انضم إلينا الآن عبر سكايب السيد محمود محمد الناشط التركستاني. سيد محمود، أهلا بك بالحديث عن هذه القمة المصغرة المنعقدة في ماليزيا في كوالالمبور. هناك كثير من الآمال معقودة عليها، كيف تنظر إلى هذه القمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أحييك أخي الكريم وأحيي المشاهدين الكرام. السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة لهذه القمة في هذه الأيام، الأمة في أمس الحاجة إلى انعقادها بصراحة، لأن القمم كثيرة ممكن تنعقد في مختلف البلدان، ولكن ليس هناك شيء على أرض الواقع، شيء ملموس على أرض الواقع. هناك يعني ما يسمى الزعامات، أو يعني الكل يريد أن يصبح زعيم ولكن لا يقدم شيئا ملموسا ليصبح زعيم فعلا يعني. ولذلك نحن كتركستانيين طبعا نعقد على هذه القمة آمال عريضة وكبيرة، على الأقل ليكون لهذه القمة دور فاعل وصريح وواضح بالنسبة للشعب التركستاني وما يحصل فيها من مظالم. ونحن يعني كالشعب التركستاني الذي نتعرض في هذه الأيام لتطهير عرقي وثقافي وديني، كان من المفروض أن يكون لمنظمة التعاون الإسلامي دور في إنهاء هذا الوضع، ولكن المنظمة مع الأسف الشديد كم مرة عقدت مؤتمرات ودعت سياسيين وكتاب وعلماء، ولكن لم يتحدثوا ببنت شفة بالنسبة لقضيتنا، وهذا يؤلمنا طبعا. وهم لم يطبقوا ما جاء في خطاب أو ما جاء في مسودة القرار بالنسبة لمنظمة التعاون الإسلامي. من أهداف المنظمة أصلا الاهتمام بالقضايا الإسلامية والاهتمام بقضايا الأقليات في العالم الإسلامي والعالم كله، ولكن مع الأسف الشديد عندما تعلق الأمر بالتنين الصيني كما يقال، كلهم يعني ابتعدوا وخافوا، فقط يتحدثون في مثلا عن أركان وغيرها من البلدان التي لا حول لهذه الدول ولا قوة. دول ضعيفة ممكن يتحدث عنها، أما الدول القوية إذا فعلت يعني كل الجرائم الناس تصمت وتسكت، يعني هذا مع الأسف الشديد يعني.